لو انت ما اتفرجتش على حلقة هنا الزاهد مع أنس فأنا بقولك إنك فايتك كتير قوي، لأنها من وجهة نظري من أقوى الحلقات اللي شاورت على جزئية التربية وأثرها على شكل علاقاتنا في المستقبل بيكون عامل إزاي. بس أنا مش عايزك تقلق خالص، لأن أنا جمعت لك أهم النقط اللي هم اتكلموا فيها في الحلقة في الفيديو ده، فخليك معايا للآخر عشان هو قال لها نصيحة حلوة قوي أنا هقولها لك، وسألها سؤال حلو قوي قوي قوي، وهسيب لكم السؤال ده تجاوبوا انتوا كمان. بس قبل ما أخش معاكم على جزئية التربية عايز أتكلم عن حتة حلوة قوي هنا اتكلمت فيها وأنا عجبتني، حتة الحب الحقيقي. الحب الحقيقي اللي بقى غايب، الحب اللي بيدي شغف وطعم ولذة ومتعة وسعادة للحياة، مش الحب اللي قايم على المصلحة وإيه اللي بيحصل والجوازة ديت أنا هاخد منك إيه وإنتي تاخدي مني إيه والحاجات اللي بقت منتشرة on سوشيال دي. لكن حقيقي هي اتكلمت عن مفهوم الحب اللي بيضيف للشخص. حتى لما جت اتكلمت وقالت إن أنا تقييمي لحياتي في السعادة 8/10 عشان ناقصها الحب. أنا بشوف جدا إن الحب عامل قوي ومؤثر في سعادة الشخص، ومن الأساسيات اللي أي شخص في الحياة بيحتاجها. أول حاجة بقى عايز أتكلم فيها هي نقطة إن هنا كانت هي الأخت الكبيرة، وفي الغالب كده بيبقى الأخت أو الأخ الكبير عندنا ده هو اللي شايل المسؤولية، بالأخص لو هي البنت فتبقى شايلة مسؤولية إخواتها الصغيرين. هي لما بتكبر وتبدأ تخش، أنا بتكلم عن النمط يعني مش عن حد بعينه، النمط ده لما يبدأ يخش في علاقة فهو يعني اتفرم وهو صغير وشال مسؤولية، واللي حتى هي قالت ده، قالت أنا ببقى شايلة مسؤولية، لكن أول ما يبقى حد معايا في علاقة إيه أنا مش عايز أبقى شايل مسؤولية، خد اتصرف أنت. ده في العلاقات مش أحسن حاجة، لأن إحنا لازم هنتشارك مع بعض. انا اعمل ايه وانت هتعمل ايه، وانا اشيل وانت تشيل. فكرة انت تدخل العلاقة عايز تريح، هو مش هيقدر ان انت شلت المسؤولية من وانت صغير، سواء بقى راجل او ست، وانت اتفرمت بره او انت اتفرمت بره. احنا هنا مطلوب من احنا الاتنين نعمل هنا. فمهم هو برضو حد مثلا شاب في سن مراهقة او اصغر شوية ياخد باله ان هو ما يتحرقش بدري بدري، لان هو قدامه حياة هيحط فيها مجهود. تاني حاجة بقى، والموضوع ده بشوفه كتير قوي في الجلسات، ان يحصل موقف وتسمع بقى من اللي معاك يقولك على فكرة ده هو بيعمل اكتر من كده بس انا بعديها، مش عارفة ليه الموقف ده وقفت وانفجرت بالطريقة دي او ليه عملت كده. تبدأ تدور كده ورا الاحداث فيبدأ ان الموقف ده مرتبط، مش هقول بصدمة عندها، بموقف قوي كان عنده او عندها من فترة فاتت، فيطلع ان رد الفعل ده اكبر من حجمه. هي نفسها او هو نفسه بيبقى مش فاهم انا ليه اتصرفت بالشكل المبالغ بيه مع الموقف ده. فهنا لما بترجع لورا هي حكت بقى ان تجربة الطلاق بالنسبة لها ما كانتش على قد ما هي حب او جواز او طلاق، قد ما هي اتهزت اكتر لان رجعت بالسنين لورا لتجربة والدها. فده اثر عليها وخلى فكرة الانفصال مش بس بالوجع العادي اللي الناس بتعيشه، لا ده هو مضاعف وردود الافعال مضاعفة. فهنا حد يقول لك انت مكبر الموضوع ليه او مش مكبره ليه، او بيبقى الشخصين اللي مع بعض في العلاقة مش فاهم هو كبر رد الفعل قوي ليه هنا. اقول لكم مثال، مثلا واحدة بتقلق جدا لما حد من اهلها يتعب، تبدأ تتوتر وعصبية جدا، فانت مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي ده مش رد فعل لحد طبيعي بيعي او حد طبيعي داخل المستشفى. فلما تبدأ تدور تلاقي اصل فلانة قريبتها مامتها تعبت، واما تعبت دخلت المستشفى ما ماتت. فأي حد عندها بيتعب بيولد عندها أو المحفز عندها بيجي شعور إيه؟ إن أنا هفقد الشخص ده، فبالتالي تلاقي ردود أفعاله جامدة جدا. النقطة اللي عايز أقولها هنا بس هي نصيحة للراجل أو للست، لما بلاقي حد بيعمل رد فعل أنا شايفه إن ده مش مناسب للموقف أو أقوى بكتير أوي من الموقف، ادور ايه اللي خلاه عامل رد الفعل اكبر من الموقف. مش الومه ان هو انت مأفور وانت مكبر الموضوع، لا، حاول ان انا احتوي عشان افهم ليه هو عند النقطة دي. النقطة دي بقى اي حد مر بقى بتجربة انفصال او حتى فسخ خطوبة او راجل او ست، فتلاقي الاهل عايزين يساعدوا، هما بيحبوا، مش عايز يشوفك زعلان، مش عايز يشوفك متضايق، فعايز يساعدك. بس انت بتبقاش عارف ان انت كده ممكن تكون بتأذيني اكتر، بتألمني اكتر. حتى هي برضو قالت هو ما فاكرين ان هما كده بيساعدوه. انا ما اعرفش هو ايه بالظبط اللي حصل معاه، بس احيانا بيكون في مواقف غلط من الاهل بتأذي الشخص اكتر وترجعه لورا. انا مش عايزه يكون زعلان، انا عايز اخرجه، هو دلوقتي مش محتاج ده، اسمع هو محتاج ايه. انا عمال اقول له بص دي راحت، او هي على فكره ده دلوقتي مع فلان، الكلام ده بيوجعنا اكتر، انا لسه هقوم انت قمت ضاربني تاني على دماغي موقعني. فلا، اسمع هو محتاج لدعمك، محتاج انت تكون جنبه، محتاج لما يرن عليك تلاقيك. وعلى فكرة هم اتكلموا عن كتاب بيتكلم عن عقد الطفولة وازاي بتأثر على شكل حياتنا في المستقبل، هسيب لكم اسمه برضه في الكومنتات تحت. بعد كده بقى هنا اتكلمت على نقطة مهمة قوي 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 من وجهة نظري،
هي فكرة ان انا شخصية محبش ازعل حد، محبش حد يتضايق مني، حتى هي قالت كده بالنص، انما انا اقول لها عادي. عارفين كده احنا في المثال يعني العام اللي هو ايه، شمعة تحترق من اجل الاخرين. المشكلة في نمط الشخصية ده ان بيجي عند وقت والشمعة دي بتبقى كتلة نار وتحرق الكل. وهي حتى قالت كده، قالت انا بقيت بقى لا بتعصب لا بزعق لا برد، بعد كده بعتذر او بتصالح، لكن انا بحكي لك عن النمط. ان الشمعة دي لما بتوصل عند نقطة خلاص ان هي بتخلص وبتنهار، تحول لكتلة نار تحرق اللي حواليها. فمن الاول ما اكونش انا كتوم، انا ارد، عشان ده برضو بيعمل ايه مشكلة، يعني ارد ولا ما اردش، رد بس اعرف ترد امتى وازاي. وجع الانفصال بقى، واللي عجبني قوي في هنا ان هي اتكلمت بجد بشكل حقيقي جدا، بشخصية حقيقية جدا بتوصف الوجع اللي هي عاشته. الفقد مش بس في الموت، ده الانفصال ده فقد. ما هو ده شخص كان عايش معايا، من أكتر المشاعر المؤلمة والموجعة اللي بتعدي على الإنسان، بالأخص الإنسان الحقيقي واللي عارف قيمة الحب زي ما قالت، واللي ادى بقلبه بجد. الإنسان ده بيتوجع، وده عكس برضو اللي في السوشيال ميديا بيصوره لنا حفلة طلاق، وإن عيشتك أحسن من غير الراجل، وإن هو عيشتك أحسن من غير ست، وأنت كده رايق وأنت كده رايقة. لأ، في وجع، في هنا مرحلة وجع، بعدها في خير. كل حاجة بيكون في حلو فيها الشر، بس هنا في وجع يحترم. وافهم اللي قدامي سواء راجل او ست انه بيعدي دلوقتي بمرحلة مؤلمة، مش اللي هو يلا بقى خلاص ما مش اخر ست ولا هو اخر راجل، لا لا لا، الموضوع مؤلم بجد. النصيحة بقى اللي انس قالها لها كانت بخصوص العصبية، قال لها كل لما تيجي تتعصبي افتكر زي قاعدة كده ان حجمك بيساوي حجم الحاجة اللي بتعصبك. فكل لما اجي اتعصب افتكر هو انا فعلا قد الحاجه دي ولا انا اكبر منها بكتير. فده هيخليك ان انت ما تتعصبيش غير على الحاجه الجامده، وبعدها هتفكري حتى لو اتعصبتي ان انا اكيد اكبر من الحاجه دي، فالمره الجايه اخد بالي وما اتعصبش فيها. اما بالنسبه للسؤال فكان بيقول لها ايه اهم حاجه في الجواز، فقالت له الامان والاستقرار. وانا فعلا شايف ان الاستقرار هو من اهم السمات والصفات اللي تبقى موجوده في الجواز. واصلا عندي اقتناع كده ان مفيش استقرار في حياة اي راجل او اي ست غير لما يكون فيها جواز. دلوقتي دوركم انتوا بقى تجاوبوني على السؤال، ايه اهم حاجة من وجهة نظركم تكون موجودة في الجواز؟